السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده في الفيديو وصفتين للغدا تحفة جدا، سهلة وسريعة وكمان اقتصادية. هتوفر معاكي كتير بكمية بسيطة جدا من الفراخ او اللحمة. هتعملي وجبة غدا ليوم تحفة جدا وكمان طعمها حلو قوي، وتنفع كمان في العزومات، شكلها تحفة جدا. تابعي الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبك وتستفيدي منه، وتجربي الوصفات وتقولي رأيك فيها. والوصفات احلى من بعض، تاخدي منهم فكرة وتنفذيها ان شاء الله على الغدا، وتنسي بقى حيرة كل يوم في الغدا او الفطار. تنفعك كمان كتير في رمضان ان شاء الله. محتاج كده نغير وننوع في الاكلات والوصفات. تابعي بقى الفيديو للاخر، وما تنسيش كمان لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. في البدايه كده هنعمل اول اكله او اول وصفه معانا النهارده. وجبت بطاطس، الكميه دي حوالي كيلو، تكون طويله كده شويه زي ما تحبي تستخدميها، كبيره او صغيره براحتك والكميه اللي تحبيها. وبعملها على شكل قوارب زي ما شايفين. بقسم البطاطس لنصين، وكل نص بفرغه كده من جوه بالمعلقه. سهله جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص، يعني بتخلص معاكي كده بسرعه. والقلب اللي جوه ده كمان احنا مش هنرميه، ونحط البطاطس والقلب اللي طلع منها كمان في ميه، بنغسلها طبعا الاول كويس وبعدين بنحطها في ميه. وهخلص بقى كميه البطاطس كلها بنفس الطريقه. وبجد الاكله دي جميله جدا، طعمها حلو قوي، وكمان من الاكلات الموفره الاقتصاديه، تنفع كمان في عزومات رمضان، تبقى كده مقبلات جنب الاكل. جميله جدا وكمان سهله قوي. خلاص خلصت البطاطس، غسلتها كويس وكمان سبتها كده في ميه. استخدمت بقى ربع فرخه زي ما شايفين كده، يعني كميه بسيطه جدا من الفراخ، تقدري تستبدليها باللحمه المفرومه وتستخدمي برضو ربع كيلو. غسله طبعا الفراخ كويس جدا بالملح والليمون وكمان شويه كده من الدقيق. وبدات اقطعه بالمقص زي ما شايفين كده، بقطعه لقطع صغيره جدا. استخدمت المقص عشان اقطعه كده لقطع صغيره، انا محتاجاها تكون صغيره قوي. ممكن كمان تفرميها في الكبه لو حباها تكون مفرومه، بس انا قطعتها كده لقطع صغيره. ودي كده الكميه معانا. قطعت ربع الفرخه وكمان البطاطس جاهزه معانا. فرمت كمان بصلايه كبيره او بصلتين زي ما تحبي، كتري كمان في الكميه هتبقى معاكي حلوه قوي، وكمان هتطلع معاكي الحشوه طعمها حلو. وشوحت البصلايه في شويه كده من الزيت او السمنه، وهفضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون حلو. وعلى العين التانية بدات كده احمر في البطاطس، انا هديها كده تحميره عشان البطاطس تكون معانا مستويه. ولما بتحمريها بالشكل ده البطاطس بتبقى ماسكه نفسها معاكي، وبتبقى النتيجه احلى كمان بكتير. طبعا لما بتسيبيها نيه كده او بتسلقيها النتيجه دي بتبقى احلى. بعد ما اخد معانا البصل لون حلو او دبل معانا، بدات انزل عليه بكميه الفراخ اللي احنا قطعناها اللي هو ربع الفرخه. وبدات اتبلها بالملح والفلفل الاسود، شويه كده من بهارات الفراخ والقرفه والجنزبيل، شويه من الكزبره الناشفه، ضفت كمان توم باودر وهضيف بابريكا. وهنا البهارات اللي بتحبي تضيفيها في الوقت ده بتضيفيها. انا استخدمت البهارات دي وكانت حلوه جدا. هبدا بقى اقلبها كويس جدا لحد ما الفراخ معانا تستوي. تقدري كمان في الوقت ده تضيفي فلفل اخضر مقطعاه كده لقطع صغيره وطماطم زي ما تحبي، انا استكفيت بس كده بالبصل. تقدري بقى تغيري في الحشوه زي ما تحبي. وعلى ما الفراخ معانا تستوي، طبعا هي مش هتاخد وقت معانا خالص، تكون كمان معانا البطاطس اتحمرت واستوت. طبعا بنقلبها برضو على الوش التاني عشان تاخد كده لون حلو من الوشين. ولما تبدا تاخد لون ذهبي كده حلو، تكون كده معانا البطاطس استوت، هنبدا بقى نخرجها. وكمان الفراخ استوت معانا، مش هتاخد معانا وقت خالص في التسويه، لسه هتدخل الفرن وهتستوي معاكي اكتر. طلعت كده كميه من البطاطس استوت معايا واتحمرت كده، وهبدا بقى اكمل باقي الكميه. خلاص كده كانت البطاطس معايا استوت وكمان الفراخ. هبدا بقى كده اجيب حله تانية، ضفت فيها كوبايتين من اللبن، ضفت عليهم معلقه ونص من الدقيق، اقلبهم كويس كده على البارد الاول. ضفت كمان ملح وفلفل اسود، وهبدا اشغل النار مع التقليب المستمر لحد كده القوام ما يتقل معانا. احنا هنا بنعمل بشاميل بس يكون قوامه كده خفيف شويه. البشاميل كده جاهز معانا، بسيبه طبعا لحد ما يبدا يغلي ويتقل كده قوامه. هبدا بقى اجيب كده بايركس او صينيه، وحطيت في الارضيه كده شويه من البشاميل، وهبدا بقى ارص كده القوارب البطاطس معانا. وهبدا بقى اضيف فيها كده الحشوه، حشوه الفراخ زي ما شايفين. ما شاء الله الكميه بسيطه جدا من الفراخ، لكن هتكفي الكميه دي كلها وكمان هيفيد منها. يعني بجد الاكله دي جميله جدا وكمان موفره قوي وكمان طعمها حلو قوي. هبدا بقى كده اضيف الحشوه في كل القوارب البطاطس اللي معانا، مليناها كده كلها بالشكل ده. هبدا بقى اجيب البشاميل وهضيفه بقى على وش كده البطاطس، هحطها كده عليها كلها. كوبايتين بس اللبن كانت مناسبه جدا مع الوصفه، تقدري كمان تخليها كوبايه لبن وكوبايه ميه زي ما تحبي. ضفت في الاخر كده شويه من الكزبره. هبدا بقى ادخلها الفرن، البشاميل كده يغلي شويه وياخد كده لون معانا. تقدري كمان تشغلي الشوايه لو حابه. وقدمناها بالشكل ده. كمان القلب اللي طلع من البطاطس زي ما قلنا مش هنرميه، انا حمرته كده وبيبقى زي البطاطس الشيبسي. تقدري كمان تحطيه في الصينيه مع البطاطس، تحطيه كده في الارضيه وتستوي معاها.
وعملت كمان رز ابيض وقدمتها بالشكل ده. بتقدميها كده مع رز ابيض او رز بالشعريه او جنب مكرونه زي ما تحبي. بجد طعمها حلو قوي، شكلها حلو قوي ومستويه زي ما شايفين كده، بتدوب وطعمها جميل جدا مع الرز الابيض. كمان بتضيفي كده شويه من البشاميل على الرز وبجد طعمها بيبقى حلو جدا، هيعجب قوي كل اللي هيدوق منها. كمان مشبعه، يعني قطعه او قطعتين كده مع طبق الرز، بجد تحفه جدا. اتبقى كمان معانا من خلطه الفراخ او زي ما قلنا كده ربع فرخه عمل معانا الاكله دي، وكمان اتبقى شويه منها كده حطيتها في طبق. تقدري بقى تغمسوها كده بالعيش او تعمليها سندوتشات، تحفه جدا ما شاء الله. جربوها بنفس الطريقه هتعجبكم جدا. ودي كده كانت اول وصفه معانا، قوارب البطاطس بالفراخ بصوص البشاميل، تحفه جدا. قدموها بقى مع رز ابيض او رز بالشعريه، بتبقى طعمها حلو قوي، او كمان ممكن تتاكل بالعيش، طعمها بجد تحفه. القلب كمان اللي طلع منها ده من جوه زي ما قلنا بتحمريه وبيبقى كده مقرمش زي الشيبسي بالظبط. ندخل على تاني وصفه معانا للنهارده. الوصفه دي هنعملها من بواقي الرز، يعني بيتبقى مننا كده بواقي رز او من الاولاد شويه كده من الرز، بتجمعيه كده في كيسه في الفريزر او في علبه، وتبداي بقى تطلعيه تعملي بيه الوصفه التحفه دي. وضفت الرز في الكبه، ضفت عليه بصلايه كبيره كده مقطعاها، وضفت عليها فصين كده من الثوم، ضفت كمان عليهم بيضه، ضفت عليهم خلطه البرجر، ضفت كده الكيس كله. زودت بس كده ملح وفلفل اسود شويه صغيرين، بتدوقيها وتشوفي كده الملح بتاعه. واهم حاجه كده ان احنا نضربها كويس جدا في الكبه لحد ما يبقى الخليط معانا ناعم جدا وطري قوي. لو لقيتي الخليط ناشف معاكي جدا ممكن تزودي له كده شويه صغيرين كده من الميه، عشان احنا عايزين الخليط معانا يكون ناعم جدا وطري. لما وصل معانا الخليط او الرز بالشكل ده، هبدا بقى اضيف عليه ربع كيلو من اللحمه المفرومه، دول كده ربع كيلو بالظبط، يعني كميه صغيره جدا من اللحمه المفرومه. وهنبدا نخلطها كده مع الرز كويس جدا. ممكن كمان في الوقت ده تستخدمي كده ايدك وتعجنيها كويس جدا لحد ما يختلطوا كويس مع بعض. اللحمه كويس جدا مع الرز زي ما شايفين، انا خلطتها كده كويس جدا. لو لقيتي في الوقت ده الخليط طري جدا معاكي وبيلزق قوي، تقدري تضيفي شويه من البقسماط. ضفت كمان مع الخليط وهو كده بيتضرب في الكبه، ضفت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، دي ضروريه جدا عشان تبقى معاكي كده البرجر او الكفته هشه جدا وطريه مش مكتومه معاكي. لازم كده تضيفي البيكنج باودر نص معلقه كده صغيره حسب برده كميه الرز عندك. كميه الرز هنا حسب ما تحبي. تقدري كمان تعملي الوصفه دي من اي رز عندك بايت، او كمان ممكن تعملي رز مخصوص، يعني تسلقي كده كوبايه رز وتسويه كويس جدا وتعملي بقى باقي الخطوات. وشكلت البرجر، كنت بدهن ايدي كده بشويه من الزيت او ممكن كمان ميه، وكنت بشكلها كده بغطا البرطمان، بيطلع كله كده مقاس واحد زي ما شايفين. بحط كده بين كل طبقه والتانيه كيس تلاجة، وطبعا شلتها في الفريزر لحد ما تجمد. تقدري في الوقت ده بقى تخزنيها كده في الفريزر في اطباق او اكياس وتطلعيها على طول كده وقت الاستخدام، هيوفر عليكي كتير ويسهل عليكي قوي. بدات كده بقى احمر شويه كده من البرجر ده، شويه من الزيت سخنته طبعا الاول، وبدات انزل كده بالبرجر. وطبعا لما الزيت يسخن احنا بنخلي النار كده على وسط، درجه حراره وسط يعني، عشان تستوي كده معانا من جوه. ولما يبدا ياخد معانا اللون ده تبداي بقى تخرجيه وكملي بقى باقي الكميه. في الوقت ده كده وانتي بتحمريه هتشمي بجد ريحه برجر، مش هتصدقي خالص ان هو محطوط فيه رز، لانه برجر معمول كله باللحمه. والسر طبعا في خلطه البرجر اللي احنا ضفناها، لازم تضيفيها، هي دي كده اللي هتديكي الطعم الاصلي بالظبط. خلص بقى الكميه زي ما شايفين، الكميه دي كلها كمان مش كلها، انا شلت كمان منها في الفريزر، شلت منها كده طبق وعملته في يوم تاني. عملته كمان بانيه، يعني تقدري تعمليه بالطريقه دي، وتقدري كمان تعملي له كده طبقه من البانيه او الكريسبي. بتحطيه في الاول في بيض كده او دقيق بميه، وبعدين تحطيه في الكريسبي او البقسماط وتحمريه، يبقى برده جميل جدا. انا عملت كمان باقي الكميه بنفس الطريقه، يعني ما شاء الله بربع فرخه عملنا الغدا اليوم ده. وكمان شلت طبق في الفريزر عملته في يوم تاني، عملته كمان مع مكرونه. تقدري بقى تعمليه كده في سندوتشات البرجر، او تعمليه جنب مكرونه او رز زي ما تحبوا تقدموه. بس هو احلى حاجه كده بتعمليه في السندوتشات، بيبقى زي الجاهز بالظبط، بتحطي معاه خس وطماطم. وشايفين من جوه ما شاء الله مش باين خالص فيه الرز، بجد طعمه كانه معمول بلحمه كلها صافي. جربوه بنفس الطريقه هيعجبكم جدا. اهم حاجه استخدموا خلطه البرجر، هي دي اللي هتديه الطعم الاصلي بالظبط. اتمنى بقى تكون الوصفات عجبتكم وتجربوها ان شاء الله، وتكونوا استفدتوا من الفيديو وخدتوا افكار ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. استنوني فيديوهات جديده ان شاء الله، وصفات جديده سهله وسريعه، واسيبكم في رعايه الله. سلام عليكم.